بيبدأ المسلسل بإن في ظاهرة لكسوف الشمس مش بتتكرر غير كل 60 سنة، وبسبب الظاهرة دي بيقرر مطرب مشهور اسمه سون إنه يعمل حفلة هو وفرقته في الوقت اللي بنشوف فيه سول نايمة في السرير وأمها بوك بتقص لها ضوافرها. وبتكون سول عاجزة وما بتقدرش تمشي على رجليها وبتبقى سرحانة أثناء ما بوك بتقص لها ضوافرها، وما بتاخدش بوك بالها وبتعور سول من غير ما تقصد. طبعا كلنا حصل لنا كده واحنا صغيرين، عشان بعد كده وهي قايمة تجيب مناديل تقع منها الفازة وتقول ايه اليوم الغريب ده. وبتكون سول مصابة بالإحباط لأنها مش هتمشي تاني، وفجأة بيرن تليفونها وبتلاقي إن جايلها مكالمة من مطرب مشهور اسمه سون. ولما بيكلمها سون بيقول لها إنها كسبت تذكرة هدية وإنهم هيبعتوا لها كوتشي كمان هدية. ووقتها بتزعق لهم سول وبتقول لهم إنها عاجزة وما بتمشيش وإنها مش عاوزة هدايا من حد وإن كل اللي هي عاوزاه إنها ترجع تمشي تاني، وبتقول لهم ما يتصلوش بيها تاني. وبترمي التليفون على الأرض، لكن سون بيكلمها وبيقول لها إن الناس اللي حواليها بيحبوها زي ما هي وإنها لازم تفضل على قيد الحياة لأن في ناس كتير بتحبها وإنه ما ينفعش تمشي وتسيبهم وإنها لازم يكون عندها أمل في الحياة يمكن تقدر تمشي تاني ولا حاجة. وساعتها بتيجي بوك وبتحضن سول اللي بتقعد تعيط عشان مش مستحملة الوضع اللي هي فيه دلوقتي. وبعد مرور شوية وقت بتكون حالة سول النفسية اتحسنت شوية، وبتبدأ إنها تتأقلم مع الواقع وتعيش فيه وهي مبسوطة. وبتصحى من النوم بتلاقي جدتها ماي في وشها واللي بتكون بترسم لها على وشها وبتلعب معاها. وبتتفاجئ سول إن ماي لابسة الساعة بتاعتها فبتطلع تجري وراها عشان تاخدها منها، وبتكون الساعة دي عزيزة على سول قوي وبتقول لأمها إنها اشتريتها بفلوس كتير جدا. ولما بتيجي بوك بتتحايل على ماي عشان تدي الساعة لسول، وبتوافق ماي وبتدي الساعة لسول واللي بتشوف إعلان لفرقة سون وإنهم هيعملوا حفلة جديدة قريب. بعدها بنروح لسون واللي بيكون قرر إنه مش هيشارك في الفيلم اللي جاي، وبيزعق له مدير اعماله بيقول له انهم ما ينفعش يخالفوا الاتفاق مع المخرج بارك وان مش من حقه ينسحب من الفيلم دلوقتي. وساعتها بيقعد سون على الكرسي وبيسرح في التفكير. وبنشوف بعدها اوضه سول واللي بتكون كلها مليانه بصور سون، وبيبان ان هي مهووسه قد ايه بيه وبصوره وباعماله. وبيكون سون في الفترة دي بيمر بفترة وحشة جدا في شغله، وده لأن في إشاعات كتير بقت منتشرة عنه. وفي اللحظة دي بتيجي مكالمة لسول وبتعرف إنهم طالبينها عشان مقابلة شغل، فبتفرح سول جدا إن أخيرا جات لها الوظيفة وبتروح جري عشان تشوفهم. لكن لسوء الحظ بيقولوا لها إن الشركة ما فيهاش أسانسير وإنها مش هينفع تشتغل معاهم عشان هي ما بتمشيش. وقتها بتتضايق سول جدا وبتتمنى لو تقدر ترجع تمشي تاني بأسرع وقت. بعدها بتوصل لسول رسالة وبتقول لها فيها صاحبتها إن حفلة سون قربت تبدأ، فبتفتكر سول إنها كانت رايحة الحفلة فعلا. ووقتها بتروح بسرعة عشان تحضر نفسها، لكنها بتتفاجئ إن الأبواب اتقفلت وإن الدخول ممنوع. وساعتها بتتحايل على منظمة الحفلة إنها تدخلها وبتقول لها إنها اتأخرت بسبب عجز رجلها وإنها لولا كده كانت هتيجي من بدري، فبتصعب عليها سول وبتدخلها الحفلة. وبتحضر سول حفلة سون وبتكون مبسوطة جدا وبتغني مع الجمهور كمان. وبتلاحظ سول إن سون بيغني أغنية جديدة محدش يعرفها وإن الأغنية دي بتكون حزينة جدا ومليانة مشاعر كئيبة. فبتحس إن سون بيمر بحاجة ومضايقاه وإن الجمهور مش حاسس بيه ولا فاهمه. ولما بيخلص الحفلة وبيوصل لبارك إن سون قرر ما يكملش بيتضايق وبيتعارك معاه وبيعرف منه كمان إنه هيعتزل الغنى في الوقت ده. بتكون سون مروحة للبيت والموبايل بتاعها بيقع بيتكسر. بعدها بتتعطل العجلة اللي هي راكبة عليها وما بتكونش عارفة تروح إزاي. وبتلاقي كمان إن الدنيا بتشتي، فبتفتكر سول إنها مرت بيوم صعب وبتعيط، لكنها بتتفاجئ بشاب وسيم نازل من العربية بتاعته عشان يساعدها. وبتكون المفاجأة الأكبر إن الشاب ده هو مين؟ أيوة سون. ما بتصدقش سول عينيها لما بتشوفه وبتكون فاكرة إنها بتحلم، وبتلاقي إن سون بيحاول يساعدها وبيتكلم معاها بطريقة كويسة وبيطلب منها إنه يوصلها قبل ما تلاحظ سول إن صاحبتها هيون جات عشان توصلها. فبتشكره سول وبتقول له إن صاحبتها بتفرح جدا وبتتبسط من كونه متواضع معاها بالشكل ده. بعدها بتتفاجئ سول بإن سون بيديها الشمسية بتاعتها وبيقول لها خلي بالك على نفسك عشان الدنيا بتشتي. في الوقت اللي بتدور سول على حاجة تديها له ما بتلاقيش غير هدية بسيطة. ولما بترجع سول للبيت بتحكي لبوك أمها اللي حصل وبتقول لها إن ده الشخص اللي خلاها تفضل على قيد الحياة لحد دلوقتي وما تعملش حاجة في نفسها. ووقتها بتقول لها بوك إنها مش فاكرة اللي حصل وإنها بتفتكر الفترة القديمة بتتضايق. وبترد سول بإن هي كمان مش بتبقى مبسوطة لما بتفتكر الشخص اللي هي كانت عليه زمان. وبعدها بتدخل سول على أوضتها وتقعد تتفرج على صور سول وبتكون معجبة بيه جدا ومبسوطة بقد إيه هو شكله حلو. في الوقت اللي بيكون فيه
سون مكتئب ومش قادر يكمل في حياته وبيقرر انه ينتحر ويرمي نفسه في البسين، وساعتها بتنتشر الاشاعات بانه مات خلاص. في الوقت ده بتمسك سول الموبايل وبتشوف اخباره في كل حته، وما بتصدقش سول نفسها وبتقول ان دي اكيد مجرد اشاعات، لكنها بتتاكد بنفسها ان ده حصل فعلا وان سون في المستشفى. ووقتها بتطلع سول على امل انها تروح لسون في المستشفى وتشوفه قبل ما يموت. واثناء ما هي ماشيه الساعه بتاعتها بتقع في الميه، وبتضطر سول انها تنزل من العربيه بتاعتها وتنط في الميه عشان تجيبها، في الوقت اللي بيكون سون فيه تعبان والدكاتره بيحاولوا يفوقوه بكل الطرق، لكنهم بيعجزوا عن ده وبيعلنوا خبر وفاته في الجرايد والتلفزيون وكل حته. ووقتها بتشوف سون الخبر وبتتصدم، ما بتكونش عارفه تعمل ايه، وبتكون مستغربه جدا ان شخص زي سون ينتحر على الرغم ان هو اللي اداها امل في الحياه وخلاها تعيش. وساعتها بتقعد سول تعيط قبل ما نتفاجئ كلنا ان سول كانت بتحلم، وانها في الوقت ده كانت في المدرسه اصلا، وان المدرس بيضربها على دماغها عشان يصحيها. لكن سول بتكون لسه مصدومه، ما بتكونش قادره تستوعب ان كل اللي حصل ده كان حلم، وبتبص على رجلها وبتلاحظ ان هي بتمشي عادي ومش عاجزه ولا حاجه. وساعتها ما بتصدقش نفسها وبتطلع تجري وبتهرب من الحصه. وبيكون سون وقتها ما بقاش مغني مشهور زي ما كانت بتحلم، وبتعرف مكان فيه وبيقولوا لها انه في حمام سباحه، وساعتها بتروح لأصول بسرعه. واول لما بتشوفه بتحضنه جامد وبتقوله انها حاسه بالمشاعر اللي هو حاسس بيها، وانها مش عاوزه تسيبه لواحده تانية وبتحبه جدا. لكن رجال الامن بيتدخلوا وبيبعدوها عنه، بيقولوا لها ما تجيش هنا تاني. بعدها بتلاقي سول نفس الساعه اللي كانت معاها في الحلم، وبتمشي على جسر طويل وبتسمع صوت جاي من بعيد بيقول ان روحها اتنقلت للعالم السفلي. فبتشك سول انها ميته وانها موجوده دلوقتي في عالم تاني غير عالمنا الحقيقي. فبتقعد على جنب كده تعيط، ولما بيشوفها سون بالصدفه بيسلم عليها وبيلمسها يتاكد هي صاحيه ولا نايمه. فبترد سول عليه وبتشك اكتر ان هما الاتنين ميتين دلوقتي، وبتقول لسون انا مش هسيبك لوحدك تاني. وساعتها بيحس سون ان في حاجه غلط وان سول كلامها مش مترتب، وقتها بيخاف سون منها وبيقرر انه يهرب ويسيبها. فبتحاول سول انها تجري وراه، لكن العربيه بتتحرك وبتمشي قبل ما تلحقه. بعدها بيرجع سون على البيت وبيحضر نفسه لمسابقه سباحه جديده، في الوقت اللي بيفتكر فيه اللي سول عملته معاه، وبيقول انها اكيد ما كانتش في وعيها لما عملت كده. وساعتها بيكتشف ان سول حطت له الساعه بتاعتها في جيبه بالصدفه، وبيستغرب هي ليه عملت كده. اما سول فبترجع البيت وبتلاقي ان جدتها عايشه. بعدها بتفتكر الحلم من تاني وانها هتبقى عاجزه في يوم من الايام. فبتبص على رجلها وتتبسط انها بتمشي، وبتقرر انها تروح تنام جنب اهلها، وبتكون خايفه انها تصحى تاني يوم ما تلاقيهمش. ولما بتصحى من النوم بتحس انها مش حاسه برجلها، لكنها بتتفاجئ ان جوم اخوها كان نايم عليها، فبتحدفه بعيد وبتقول له خضتني يا اخي. وبتلبس سول هدومها وبتروح جري للمدرسه، ولما بتوصل بتلاقي سون في وشها، واول لما بتشوف تفتكر الحلم بتاعها وان سون انتحر. فبتشك انه هينتحر في المستقبل، وعشان كده بتقف تعيط في الوقت اللي بيكون سون فيه عاوز يرجع لها الساعه بتاعتها، وبيستغرب انها كل ما بتشوفه بتعيط، وساعتها الدنيا بتشتي من جديد. فبيروح لها سون وبيقول لها ازيك، وبيحط الشمسيه فوق راسها، وده بيفكرها من تاني للي حصل في الحلم اللي شافته. فبتعيط سون اكتر واكتر، وقتها بيسالها سون انت ليه كل لما تشوفيني تعيطي يا ستي، وانا بعمل لك ايه خليكي كده. وبيبدا الناس من حواليهم ياخدوا بالهم وبيتهموا سون ان هو السبب في حزن سول. فبياخدها سون وبيمشوا بعيد عن الناس عشان يعرفوا يتكلموا شويه، وبيقف كل واحد فيهم في حته ظل عشان الشتاء. وبيلاحظ سون ان سول بتبص له نظرات غريبه، ولما بيقرب منها بتقول له سول ان هي معجبه وبتحب الغنى بتاعه. وساعتها بيقول لها سون انت بتتكلمي عن ايه، وبتفتكر سول ان سون لسه ما بقاش مشهور وان الكلام اللي هي بتقوله ده هيكون غريب بالنسبه له. فبتسحب كلامها بسرعه وبتعمل انها بتهزر معاه وكده يعني، وبتقول له بس انها معجبه بيه عشان شبه حاجه هي بتحبها. فبيرد عليها وبيقول لها انا شبه ايه. فبتعك في الكلام اكتر وبتقول له انها شبه الكلب بتاعها. فبتحس سول انها بتبوظ الدنيا اكتر واكتر، فبتسحب كلامها تاني وبتقول له بهزر معاك، وبتقول له انها بس معجبه بطريقه السباحه بتاعته. فبيطلع سون الساعه بتاعت سول وبيديها لها، ولما بتاخدها منه بتفتكر اللي شافته في الحلم من جديد وبتخاف انه يتحقق، لكنها بتخاف تهرتل بالكلام من تاني. فبتاخد الساعه وبتطلع تجري، وبتنسى انها اخدت الشمسيه بتاعته من غير ما تحس، وبتكون عاوزه ترجعها له، وبتندم انها اتكلمت كل الكلام ده وان شكلها كان اهبل جدا قدامه وخلاها مش مفهومه. وبعدها بتدخل سول للفصل وبتشوف صاحبتها هيون وبترحب بيها وبتكون وحشاها قوي، لكن هيون بتكون مستغربه من سول كانت غايبه امبارح، وبتقول
وبتقول لها أنتِ كنتِ فين احكي لي اللي حصل معاكِ إيه، ووقتها بتكون سول مش فاكرة اليوم بتاع امبارح حصل فيه إيه عشان تحكيه أصلًا، وبيبان إنها مشوشة بسبب الأحلام اللي بتحلمها. في الوقت ده بتكون بوك عارضة المحل بتاعها للبيت وبيدخل جوم عليها وهو بيمثل إنه شخص بيقرا طالع، بس بوك بتكشفه وبتقول له إن تمثيله وحش أوي وإنه يبطل اللي بيعمله ده، وبيقول لها جوم إنه هيروح معهد التمثيل ويوم ما هيبقى ممثل مشهور ما حدش هيقدر يكلمه. بعدها بتسرح سول في الساعة اللي معاها وبتشك إن الساعة دي فيها حاجة غلط، وبتاخد المدرسة بالها إن سول مش مركزة في الحصة. وقتها بتطلع سول عشان تحل المسألة اللي على السبورة، وبتلاقي سول نفسها مش عارفة تحل حاجة، وساعتها بتمثل إن بطنها وجعاها وبتهرب من المدرسة، وبتروح من تاني تتفرج على سون وهو بيتدرب وبيعمل تمرينات السباحة بتاعته. ولما بتبص من الشباك بتشم ريحة دخان سجاير، ووقتها بتلاقي كيم بيتخانق تحت مع مجموعة من الشباب اللي بيشربوا سجاير، وبتفكر إنه بيتخانق معاهم عشان الدخان مضايقه. بتتدخل عشان تساعده وبياخدها كيم وبيهرب بسرعة، وبتتفاجئ إن كيم بيشرب سجاير وإنه كان عاوز ياخد العلبة منهم مش أكتر. فبتزعق له سول وبتقول له إن التدخين هيبوظ صحته. وقبل ما تخلص سول كلامها بتلاقي إن المدرس جه يمسكهم، وساعتها بيسيب كيم العلبة مع سول وبيشوفها المدرس وهي ماسكة العلبة في إيدها، فبيتهمها على طول إنها بتشرب سجاير وبياخدها عشان يعاقبها. وبتحاول سول تثبت براءتها وإن العلبة مش بتاعتها، لكن المدرس ما بيصدقهاش، وبيتنشر خبر إن سول بتشرب سجاير بين الطلبة، وبيوصل لسون فبيروح سون وبياخد العلبة منها وبيقول لها إن التدخين هيضرها مش كده يعني، وبيمشي قبل ما تقول له سول إن ملهاش دعوة بالسجاير والله. بعدها بتبص سول قدامها بتلاقي كيم واقف وبيقول لها أنا عارف إنك معجبة بيا وإنك عملتي كل ده عشان تلفتي انتباهي، لكن أنصحك ما تتدخليش في مشاكلي من تاني لأنها هتسبب لك أنت مشاكل بعد كده. فبتقول له سول إن التصرف بتاعه ما كانش حلو وإنه عيب يحطها في موقف زي ده. وقبل ما تخلص سول كلامها بتتفاجئ إن في شيو بتنادي على كيم، ولما بتشوفها شيو بتكون عاوزة تضربها لأنها غيرانة على كيم. ولما بترفض سول إنها تعتذر لها بتجيب لها أصحابها بقى، وساعتها بتعتذر سول وبتحذرها شيو إنها تتعامل مع كيم تاني ها. بعدها بتروح سول وبتقعد مع هيون وبتكون مبسوطة إن صاحبتها قاعدة قدامها، وبتقول إن صاحبتها لو عرفت إنها بقت بتعرف تمشي هتكون مبسوطة جدا. في الوقت ده بتحكي لها هيون عن الموقف اللي سول عملته قبلها بيوم، وبتفكرها إنها ادت جواب لكيم وإنها اعترفت له بحبها له، وإن ده اللي مخلي كيم يفكر إن سول بتحاول تلفت الانتباه. ولما تتخيل سول شكلها بتتضايق جدا وبتكون مش قادرة تفتكر اللي حصل، لكنها بتكون عارفة إنها في ورطة بسبب إنها بتحب سون ومش معجبة بسول ولا حاجة. ولما بترجع سول البيت بتلاقي جوم ماسك السماعات بتاعتها فبتتخانق معاه وبتاخدها منه، وبتقفل على نفسها الباب وبتقرر إنها تخاطر وتبعت لسون طلب صداقة وتشوف هو هيقبله ولا لأ. وبتتفاجئ سول إن سون ما قبلش طلب الصداقة بتاعها. ولما بيجي تاني يوم بتركب سول الباص عشان تروح المدرسة، وبتلاقي إن سون راكب نفس الباص وبتقول له غريبة إني أول مرة أشوفك وأنت رايح التمرين يعني. فبيقول لها إن ميعاد التمرين النهاردة بدري عشان كده اتقابلوا وإن دي مجرد صدفة، وبيرفض سون إنه يتكلم معاها كتير وبيبان إنه بيتلاشاها. لكن لما بتكون سول هتقع بيمسكها سون وبيلحقها قبل ما تقع، وبينزل سون من الباص وبتنسى سول إنها المفروض تنزل، وساعتها بيجري سون ورا الباص عشان يوقفه لحد لما سول تنزل. فبتشكره سول على اللي عمله ده وبتقول له ما يعملش كده تاني لان ده خطر عليه. فبيقول له سون انه عرف انها بتشرب سجاير وان دي حاجه بتضايقه جدا. فبتساله سول وبتقول له انت عشان كده ما رضيتش تقبل طلب الصداقه اللي انا بعته لك، وبيقول لها سون ان ده السبب فعلا ورا انه ما يقبلش طلب الصداقه بتاعها. مش هيقبل هو طلب صداقه من بنت بتشرب سجاير. فبتحاول سول تقنعه ان هي مش بتشرب سجاير ولا حاجه. ولما بتقرب ايدها من مناخيره عشان تشممها له وتثبت له انها ما بتشربش حاجه بتتحط في موقف محرج لان ايدها بتيجي في مناخير سون، وساعتها بتسيبه وتمشي قبل ما تكتشف ان سون ساب السباحه وبقى مغني بسبب البطوله اللي ناوي يدخلها. وده بيخليها تفكر انها لو منعته يدخل البطوله مش هيغني اصلا، وساعتها تبقى انقذت سول حياه سون ومنعت انتحاره. فبتجري سول بسرعه لسون وبتحاول تقنعه انه ما يشتركش في البطوله دي، لكنها كل ما تتكلم عن المستقبل بتلاحظ ان الوقت بيقف وان كل الاحداث بتقف. فبتكتفي سول انها تنصح سون انه لو ساب السباحه هيموت، وبتسيبه وتمشي. بعدها بيكمل سون تدريباته وبيحطم رقم قياسي جديد، وبيبان ان كونج صاحبه بيغير منه بيقول له خلي بالك على كتفك من الاصابه يا صاحبي. ولما بيخلص سون التمرين بيتفاجئ ان سول بتجري وراه من تاني، وبتحاول سول توجه له شويه نصايح عشان عارفه انه هيتصاب في البطوله دي، وبتقول له يخلي باله على
على كتفه ويتحرك بطريقة معينة. وقتها بيسألها سون انت ليه بتتصرفي كده، وبيطلب منها تبطل تمشي وراه، لكن سول بتحاول بطريقة مختلفة وبتتنكر في صورة مشعوذة، وبتروح وتقول له على اللي هيحصل في مستقبله وبتحاول تخوفه من بطولة السباحة اللي هيشترك فيها. فبيطلع لها سول أي فلوس من جيبه عشان تسيبه وتمشي، لكنها بتستمر في تحذيره. ولما بتخلص سول بتروح وبتلاقي كيم في وشها، وساعتها بيقعد كيم يغلس عليها وبيبان انه غيران من سون، وبيقول لها انه قرا الجواب بتاعها وعارف انها معجبه بيه. فبتقول له سول انها ما بقتش معجبه بيه ولا حاجه، وانه يقطع الجواب ده وما يحكيش لحد عنه ها. وبيحاول كيم انه ياخد منها فلوس لسون اللي اداها لها في الوقت اللي بتكون فيه سول عاوزه تحتفظ بيها كتذكار. فبتقع الفلوس في الميه وبتزعل سول جدا، وبتتفاجئ ان سون معدي من جديد. ووقتها بيشوفها سون وبيعرف انها سول وان دي مش مشعوذه متنكره ولا حاجه. فبيستغرب سون من تصرفاتها الغريبه دي، وبيسيبها وبيروح التمرين. ولما بيبدأ سون تمرين كتفه بيوجعه فعلا، وبيفتكر كلام سول وبيبدأ يصدق ان معاها حق، وبيحس انها مهتمة بيه وبيبدأ يحبها. وفي الوقت ده بيكون كونج موجود في المكان اللي سون بيتدرب فيه، وبيكون عاوز يضايق سون، فبيقرر انه يخبي الشورت اللي سون بيتفائل بيه. وساعتها بتظهر سون وبتقرر انها تدافع عن سون، وبتقف لكونج وما بترضاش تسيبه ياخد الشورت. ووقتها بيطلع سون من الحمام، فبتستخبى سون عشان سون ما يشوفهاش، لكنه بيلاحظ اختفاء الشورت بتاعه وبيعرف مكانها. فبتحاول سول انها تجري منه، لكن سون بيشدها وبيقعوا هما الاتنين في الميه. وساعتها بيتعصب سون وبيسأل سول ليه بتسرق الشورت بتاعه، وبتقول له سول ان مش هي اللي سرقته. فبيقول لها سون انت هتبرري تصرفاتك بايه المره دي. ووقتها ما بتعرفش سول ترد عليه، وبتقول له انها مش لاقيه حاجه تقولها غير انها حلمت ان هيحصل له حاجه وحشه وانها خايفه عليه. فبيقول لها سون ايه اللي هيحصل لي، يعني هموت؟ فبتقول له سول هتموت، وان مفيش حد يعرف الموضوع ده الا هي. وساعتها بيسيبها سون وبيمشي. واول لما بيطلع بيعرف من صاحبه ان كونج كان بيحاول يسرق الشورت بتاعه. وقتها بتبان تصرفات سول طبيعيه شويه بالنسبه لسون في الوقت اللي بتكون سول فيه ماشيه وعماله تفكر في اللي بيحصل، وبتحس ان كل تصرفاتها مش طبيعيه خالص. وبتقول لنفسها ان طبيعي ان سون ما يصدقهاش، وبتحاول تعدي سكه العربيات لكنها بتسرح في خيالاتها وبتفتكر انها في المستقبل هتخسر رجليها. وساعتها بتقرب منها عربيه بسرعه وبتكون هتخبطها، لكن سون بيظهر فجاه وبيلحقها وبيحضنها جامد. وبتكون دي اول مره يبان فيها ان سون بيخاف على سول، وبتستمر سول في التفكير اكتر واكتر، وما بتكونش عارفه ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. يا ترى ايه اللي هيحصل لسول وسون؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. وما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.